بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وصف قرآني عظيم جدا وفي نفس الوقت مهم جدا جدا. كل إنجاز ونجاح بيجي بعده هبوط. ممكن الهبوط ده أو السقوط ده يطول، أو ممكن تكون دي العاقبة والنهاية. ده اللي احنا عرفناه من القرآن الكريم. في كل آية ليها معنى مهم جدا، والآية الكريمة فيها تحذير من الغرور، وإن حضرتك مهما توصل ووصلت لمراتب عليا ممكن ربنا سبحانه وتعالى في ثانية واحدة بس يضيع منك كل اللي انت وصلت له لو انت كنت مغرور ومتكبر. اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى ادانا ايات كتير في القران الكريم وقصص عن اقوام ربنا عذبهم عشان هم تكبروا على ربنا سبحانه وتعالى، اتغروا بقوتهم وصحتهم وعبدوا الاصنام من دون الله. عشان كده لما نيجي نقرا القران وتمر علينا الايات دي لازم نعتبر ونتعظ، والقصص اللي موجوده في القران بتدينا عبره واتعاظ كتير جدا. اكيد طبعا كلنا عارفين قوم عاد وسمعنا قصتهم كتير، لكن لازم نذكر بعض بالايات القرانيه والقصص اللي موجوده في القران عشان نتعظ. مين هم قوم عاد؟ ايه بالظبط قصتهم وايه الغرور اللي هم كانوا فيه؟ ومين النبي اللي ارسل فيهم؟ وازاي كانت نهايتهم؟ نظبط اتجاهنا مع بعض وتعالوا نشوف. البداية لازم نعرف ان في كتير من العلماء اختلفوا على قوم عاد وايه هي بالظبط مدينتهم، لكن اللي احنا هنحكيه النهارده هو رأي اغلب العلماء. تبدأ قصتنا النهارده بنسب قوم عاد. حسب اراء المؤرخين نسبهم يرجع لسيدنا نوح عليه السلام. قوم عاد اول من سكنوا الارض بعد طوفان سيدنا نوح عليه السلام. من ربنا عليهم بنعم كتير جدا، الارض الخصبة اللي بتفيض بالماء، ده غير ان كان عندهم من المواشي والدواب اعداد كبيرة جدا، والاهم من كل ده ربنا منحهم حاجة مهمة جدا، الصحة. يقال ان قوم عاد كانوا اصحاء واقوياء جدا، ما كانوش زي البشر اللي عايشين اليومين دول. كان عندهم بنية ضخمة وطوال جدا، امتازوا عشان اجسامهم الكبيرة وصحتهم دي بالقوة وما كانوش بيهابوا حد. الصفات دي خلتهم يغزوا الارض، الى جانب ان هم حكموا بلاد كتير بالغصب والقوة. بدأوا يبنوا بيوت ومساكن عظيمة جدا ومصانع كبيرة جدا كانوا بيخزنوا فيها المية، ده غير طبعا القصور الضخمة جدا، رفاهية وتقدم، وعشان كده هم اختاروا بنفسهم. المؤرخين بيقولوا ان البنايات اللي كانوا بيبنوها دي فريده في عصرها ومحدش عمل زيهم. الغريب اللي كان فيه بنايات بيبنوها فوق الجبال، لكن الكلام ده مش عشان السكن، لا ده استعراض لقوتهم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران الكريم ان هم بنوا مدينه عظيمه جدا. المدينه دي من اكبر واعظم المدن في التاريخ، هي مدينه ايرام، وتم ذكرها في القران الكريم. وعلى الرغم من النعم اللي ربنا انعم عليهم بيها دي كلها كفروا بربنا سبحانه وتعالى، ما شكروش ربنا على نعمه وجحود وكفر. قوم عاد عبدوا الاصنام، عملوا لنفسهم 3 اصنام، لو مش بس وكده ولهم اسماء كمان، صدى وصمود وهباء. فضلوا على الكفر والضلال لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم الرسول. ربنا بعت لهم رجل منهم ينهاهم عن كل الفساد اللي بيعملوه وينصحهم ويقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى احد احد. النبي ده كان سيدنا هود عليه السلام، وكان واحد من قبيله عاد في الاساس. بدأ سيدنا هود يدعوهم لتوحيد ربنا سبحانه وتعالى ويتركوا عباده الاصنام، لكن كان معتاد الدعوه اتقبلت بالرفض، رفضوا دعوته وبدأوا يؤذوه كمان. لكن سيدنا هود كان بيتصف بالصبر، ودي طبعا عادة الرسل. فضل ينهاهم ويرغبهم في الجنة ويرهبهم من النار، لكن مع الأسف ما أمنوش بربنا سبحانه وتعالى. وفي خلال دعوة سيدنا هود استمر قوم عاد في بناء المساكن ونحت الجبال وغيرها من الأعمال اللي كانوا بيعملوها. بدأوا يبنوا مدينة عظيمة جدا، وفي نفس الوقت كان ليهم ملك اسمه عاد. انتقل الحكم بعد وفاة عاد لولاده الاثنين شديد وشداد، وطبعا الولاد جم كملوا فساد الملك ابوه، حروب بقى وقتل وكفران، لحد ما اتقتل واحد منهم اللي هو اسمه شديد، والكلام ده في احد المعارك الكبيره. انتقل الحكم كله لشداد، واكيد طبعا كان ملك جبار وطاغي، وكمان كفر بدعوه سيدنا هود. ويقال ان شداد لما سمع عن الجنه اللي بيدعو ليها سيدنا هود قرر ان هو يعمل مدينه زي الجنة دي. تحدي وجبروت، لكن هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى. قرر الملك شداد ان هو يبني مدينة زي الجنة اللي بيقولوا عليها سيدنا هود، وياخد قومه ويعيشوا هناك. بدأ فعلا بناء المدينة الضخمة، ويقال ان المدينة كان فيها أعمدة كبيرة جدا وضخمة ومرصعة بالاحجار الكريمه، واتزينت بالذهب والفضه والياقوت وغيره، ده غير الانهار اللي بتجري فيها وكمان الاشجار والخضر. وحسب المؤرخين بيقولوا ان المدينه دي اتبنت في خلال 10 سنين. شداد جمع قومه عشان يتحركوا ويروحوا يعيشوا في المدينه الجديده، وفي نفس الوقت سيدنا هود حذر قومه من العذاب اللي هيحل على المدينه، لكن ما حدش مع الاسف اهتم بكلام سيدنا هود، وكلهم عايزين يروحوا يعيشوا في المدينه الجديده، لحد ما جه الوحي سيدنا هود وقال له ان العذاب قد حق على قوم عاد. ربنا امر سيدنا هود ان هو ما يقربش من مدينه ايران، هو طبعا
كل اللي امنوا معاه، لان المدينه فانيه لا محال. قبل دخول شداد جنته بدات بوادر العذاب تظهر، ربنا ارسل عليهم رياح قويه جدا. حاول القوم يهربوا من الرياح دي، لكن مع الاسف هيروحوا فين؟ ما قدروش يهربوا. ورغم ضخامه قوم عاد يقال ان الرياح كان بتشيلهم من على الارض، اللي يترمي في بحر واللي يصطدم بالجبال يقع ميت. وفي روايات بتقول من شده العذاب ان الرياح كانت بتقتلع رؤوسهم وايديهم. والرياح ما دمرتش القوم بس، لا ده دمرت القصور والمباني وكل المدينه. ويقال ان الرياح كانت جافه، يعني كانت بتحرق قله قبل. الرياح فضلت مستمره 7 ليالي و8 ايام. وقفت الرياح لكن بعد ما دمرت كل المدينه. مش كده وبس، ده ما عادش ليهم اي اثر. وربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا هود واللي امنوا معاه. قصه سيدنا هود وقوم عاد ذكرت في اكتر من موضع في القران، في سوره الاحقاف والشعراء والحق، عشان طبعا نستفيد ونتعظ. ولازم طبعا نقرا القران بتدبر ونعرف ان عصيان ربنا سبحانه وتعالى اخرته العذاب. اصدقائي الاعزاء، شكرا ليكم ولمتابعتكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام ختام.